نعمل مع بعض بسبوسه بالطريقه السعوديه، وجميله جدا وهتعجبكم. ويلا بقى نشوف مع بعض المكونات مع بعض. 750 جرام سميد بسبوسه، 4 معالق لبن نيدو، ومعلقتين عليهم معلقتين سكر، كيس بيكنج باودر، كوبايه لبن، كوبايه سمنه، وعلبه قشطه. السمسم بقى في الاخر هوريكم هنعمل بيه ايه. هنحط بقى المكونات مع بعض. هنحط بقى اللبن، دلوقتي بقى نحط علبة القشطة. هنقلب بقى المكونات مع بعض. لو هتحتاج بقى هنحط لها شوية لبن. هنقلبها برضو كويس. انا شايفاها ان هي مش محتاجة اي حاجة. تمام. ندهن الصينية سمنة زي ما انتم شايفين. هننزل بقى المكونات. ونزلت الخليط. دلوقتي بقى اوريكم هنعمل ايه بالسمسم. هنرش كده على الوش. بصوا بقى دلوقتي انا حطيت السمسم. طبعا انتوا هتقولوا البسبوسه بتاعتنا ما بنحطش عليها سمسم، طبعا دي التركايه بقى. ودلوقتي بقى هنحطها في الفرن، ولما نخرجها من الفرن في تركايه تانية. خليكم معايا لاخر الفيديو. شكلها بعد ما طلعتها من الفرن. دلوقتي بقى هنحط اللبن المكثف، تركايه. دلوقتي بقى نكتفها بالورق الفويل. دلوقتي انا بغطيها علشان الورق اللبن المكثف تتشرب يعني معاه كده. بعد ما سبتها شويه اهي. بصوا بجد والله جميله جدا جدا. بصوا اصلا طريقه عامله ازاي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب القناه عشان يوصلك كل جديد.